السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عاملين ايه؟ اهلا وسهلا بحضراتكم في قناتي الغد مطبخ فاطمة. انا غيرت اسم القناة يا جماعة وبقى مطبخ فاطمة. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. النهاردة يا جماعة هنعمل مع بعض كنافة بالمانجا بطريقة جميلة جدا وسهلة جدا جدا يا بنات. طبعا يا بنات قبلها بيوم هتكوني عارفة انت هتعملي كنافة بالمانجا، فانت هتجيبي الكنافة وتحطها في الفريزر. تمام. مستعجلة وعاوزة تعملي كنافة وجبتها في يوميها وعاوزة تعملها في نفس اليوم، ممكن يا بنات، بس انا ما جربتش الطريقة دي تحطها في الكبة وتفرموها في الكبة تطلع ناعمة كده معاكي. تمام يا بنات. هبدأ افرك فيها بايدي كده لعند لما تنعم زي ما انتوا شفتوا كده، واكون مجهزة نص كوباية من السمنة او سمنة بلدي. سمنة بلدي ده طعم كويس كده. تمام يا بنات. وهبدأ بقى اقلب فيها كده كويس لعند لما اعمل الكنافة تشرب السمنة كده. طبعا يا جماعة احنا بنبقى غاسلين ايدينا، يعني احنا بنعمل حاجات لأولادنا ولبيتنا، مش بنعمل حاجة يعني لحد. ولو بنعمل حاجات لحد برضه بنبقى غاسلين ايدينا. اهم حاجة النظافة في الاكل. تمام. زي ما انتوا شفتوا كده قلبتها مع بعض كويس. تعالوا بقى يا بنات الطريقة التانية اللي احنا نروح على البوتاجاز وعلى نار متوسطة بقى نفضل نقلب في الكنافة عشان تتحمر وما تسيبهاش وتمشي. يعني مثلا تقلبي كده وتروحي تعملي حاجة في البيت وترجعي هتلاقيها اتحرقت منك، فانت بقى ايدك فيها بقى تقلبي فيها كل شوية. تمام يا جماعة. يلا لو وصلت لعند هنا تعملي لايك يا بنات وكومنتي برأيكم. تمام يا حبايبي كده. هفضل بقى اقلب. يلا اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. صلوا على النبي في الكومنتات واكتبوا لي رأيكم بالوصف. تمام. طبعا هنزل الجوانب ده عشان مش يتحرق مني كده والكنافة تبقى ايه كلها ايه لون واحد. بدأت ان هي تحمر زي ما انتوا شفتوا كده. اهي يا بنات نفضل بقى نقلب فيها. يعتبر يا بنات دي اسهل طريقة للكنافة، من غير فرن ومن غير وقت ومجهود في ثانية كده ثواني كده تكوني عاملاها. تمام يا بنات. هتحمري كنافة زي ما انتوا شايفين كده. هبدأ احمر فيها. بسم الله ما شاء الله. اهي يا بنات بقى بدأت ان هي تتحمر. اكون بقى ايه مجهزة معلقتين كبار من السكر البودر وتقلبتين كده وكده ايه هطفي عليها. اهي يعني كنافة الواعي دي عادي يعني بتحصل في اي بيت وننضف بعد ما بنخلص. تمام. اهي يا بنات كلها لون واحد، لونها دهبي كده وجميلة، عشان انا فضلت اقلب فيها ما سبتهاش وانزل برضو اللي هم في الحرف اللي هو في الجنب ده. تمام كده. ماشية معاكم خطوة بخطوة. تمام يا بنات كده خلاص هسيبها بقى ان هي تبرد. تعالوا نعمل مع بعض الكريمة. طبعا يا بنات المية تكون متلجة، مش تكون تلج، المية متلجة ساقعة جدا كده تكون فيها التلج اللي هو الخفيف ده طاري ده. تعالوا بقى نعمل نص كوباية الا ربع من المية او اللبن متوفر عندي. كوباية الا ربع من الكريم، وكان عندي شوية من لبن البودر كده حطيت معلقة، هما كانوا معلقة شوية لآخر شوية شفتهم في الكيس ده يا بنات وقلبتهم بالمعلقة. بقى كده ايه هبدأ بقى اضرب في المضرب بقى لما تنفش معاكي والحجم ايه يتضاعف. تمام يا جماعة.
طبعا كنتش عارفة ان هو كام، فلقيت ان هو محتاج سكر، فحطيت معلقتين كبار من السكر، يعني ربع كوباية من السكر البودر، وافضل بقى اقلبهم كويس بقى. اهو ده القوام. انا كنت حاسه بعد ما خلصت، كنت حاسه ان هي عاوزه شويه ميه، عشان زودت برضو ميه، زودت لبن سكر يا بنات، الواحد مش مركز معلش. تمام كده زي ما انتوا شايفين بقى، احطها في اي كيس حلواني او اي كيس من التلاجة عادي، وتسيبها في التلاجة عبال لما تقطعي المانجا. تمام. كنت محضرة حبتين من المانجا، واقطعهم شرايح، وبعد كده ايه مكعبات. تمام كده. اقطع بقى المانجا زي ما انتوا شايفين كده. تمام يا بنات، المانجا اهي والكريمة والبنية. تعالوا بقى نيجي بقى اللحظة الجميلة دي، اسهل طريقة بقى. رصي بقى في الصينية وحطها في التلاجة، ولا تشيلي هم ولا اي حاجة. اول طبقة يا بنات هنجيب كنافة نسويها كويس جدا زي ما انتوا شايفين كده معايا. ابدأ بقى ايه، احط عليها الكريمة. تمام. هسوي بقى الكريمة واحط على ايه طبقة الكنافة. بعد كده اكمل بقى الكنافة، طبقة المانجا عفوا. بعد كده اكمل الكنافة الباقية بقى، كنافة كريمة مانجا، بعد كده كنافة كريمة مانجا تاني. تمام كده. بسم الله ما شاء الله يا بنات. عملتي صينية كنافة، فرحت أولادك، شكلها كده بيكون جميل جدا. الولاد بتفرح بالحاجات الحلوة دي، وكمان من غير فرن، من غير ما تحطها في الفرن وتستني استوت مش استوت كده يا جماعة، ومن غير كمان ما تستهلكي سكر للشربات. تمام. هي توفرت معاكي، هما معلقتين سكر بس. تمام يا بنات. وخفيفة على فكرة، هي خفيفة سكر، مش مش السكر كتير مسكرة، لا هي خفيفة سكر. تمام يا بنات، بسم الله ما شاء الله، شوفوا الجمال بقى، شوفوا الجمال. تمام كده. يبقى ايه رصيتها هي زي ما انتوا شفتوا كده. طبعا يا بنات هسيبها في التلاجة بقى بعد ما اخلص. انا عاملاها من بالليل، فتعملها من بالليل وتسيبها في التلاجة. او مثلا عملتها في النهار ومستعجله بقى، والولاد بقى لما يشوفوا الحاجات الحلوه دي بسم الله ما شاء الله، حتى حته يا ماما، حته يا ماما، فبكونوا عايزين بقى ايه يدوقوا بقى الحاجات الحلوه اللي انت عاملاها دي، وتسلم ايديكي. فتسيبيها ساعه بالظبط في الفريزر يا جماعه، ساعه مش اقل من ساعه عشان تمسك. هي مش هتتلج، بس هي هتمسك كده، وتيجي تقطعيها تطلع بالقطعه في ايدك. هي ممكن المانجا هي اللي ايه يعني مش التلج تمسك كده في بعضي، بس الكنافه هتطلعيها وهتاكليها تبقى ساعة، يعني مش هتبقى متلجة ولا أي حاجة يا بنات. دي قلت ايه اجيب حباية كده واقطع كده ايه شكل كده واحطه بمنظر كويس. تمام. جميل جميل يا جماعة، والله كانت تحفة جدا. يعني ساعة وهتكوني مخلصوها، طبعا لو مش معاكي أولاد وكده. تمام. هتحمري كنافة، وبعد كده تجهزي الكريمة، وتقطعي حبتين المانجا مكعبات، وخلاص على كده. مش مستعجلة عليها، سيبيها في الفريزر في التلاجة طول الليل مثلا. تمام. انا عملت ايه بقى يا بنات، زي ما انتوا شايفين كده، قطعت خرطة لقيتها ايه طالعة بالظبط يا بنات بخرطتها، من غير ما تتهري، من غير اي حاجة. قلت ايه بقى اقطعها معاكم ساعة بالظبط والله يا بنات، وطلعتها، وزي ما انتوا شايفين كده اهي، خرطة بخرطتها، بسم الله ما شاء الله عليها يعني، كانت تحفة جدا.
هي ساعة في الفريزر. وبعد كده قطعتها، بعد كده ايه، طبعا سبتها حطيتها في الفريزر تاني، بس انا قبل ما انام افتكرت ان انا ايه لازم اطلعها من الفريزر، حطيتها في التلاجة. سبتها بقى في التلاجة، واللي يعوز يقطع ويحط في الطبق مع حاجة ساقعة كده، يا سلام، حاجة حلوة كده وترطب على الواحد في الحر اللي احنا فيه ده. يجالك ضيوف بقى بتقدمي مع حاجة ساقعة، حاجة كده مشرفة بجد يعني. طبقات الكريمة مع المانجا، بسم الله ما شاء الله، طعم لا يوصف، جمال. طالعة بقى كده من التلاجة وتقدميها مع حاجة ساقعة، أي حاجة انتي بتحبيها، بسم الله ما شاء الله، حاجة ترطب كده على القلب وتفتح النفس. بألف هنا. حبيت أشارك معاكم الفيديو ده، يا رب يا رب يكون عجبكم. اكتبوا لي بقى رأيكم في كومنتات، ولايك واشتراك يا بنات. تمام. قلت بقى لازم اوريكم الصينيه القمر دي بعد التقطيع. شوفوا بقى، شوفوا الجمال بقى يا بنات، شكل المانجا كده مع الكريمه، وهي شوفوا الطبقات، بسم الله ما شاء الله يعني، خرطة بخرطتها، الله اكبر عليها، كانت تحفه. جربوها وان شاء الله ان شاء الله هتعجبكم الطريقه. تمام. اهي يا بنات، تعالوا بقى ندوق مع بعض. ندوق الحلاوه دي، كنافه بالمانجا، يا سلام يا بنات، مع كوبايه عصير كده وحاجه ساقعه، توديه كده في حته تانية. تعالوا بقى شوفوا بقى القطمة دي. رأيكم بقى، رأيكم، اكتبوا لي رأيكم، يلا. ان شاء الله الفيديو هيعجبكم، هيعجبكم ان شاء الله، هو عاجبني جدا، فهيعجبكم ان شاء الله يا بنات. حتة كنافة كده في الشوكة مع كريمة مع مانجا يا بنات، يا سلام، نطلعها كده من التلاجة وساقعة، ترطب عليكي كده يعني، بسم الله ما شاء الله، اللهم صل على النبي. حتى بعد ما قطعتها القطعة زي ما هي كده، مش اتهرت مني ولا اي حاجة. لو وصلت لعندي هنا ممكن تحطولي لايك عشان اكتر الناس يشوفوا الفيديو، مشاركة لاصحابكم يا بنات، اعملوا مشاركة. تمام، هتلاقيها تحت الفيديو كده كلمة مشاركة، شاركوا الفيديو لاصحابكم. بسم الله ما شاء الله، الله اكبر عليها يا بنات، كانت تحفة جدا. يلا بقى اشوفكم على خير، مع السلامة.